قولوا لي مسعدة توقع مدبرة تربي العيال والرب تشكره ومسعد تسعده تجبر بخاطره البيت المري والحبة الذرة البيت المري والحبة الذرة. هيا ليش يا حكي مسعده؟ البرد على الابواب قادم الينا والاطفال هم اكثر عرضه لاضرار البرد، وقد قالوا البرد ينطح ولا يركض. ما كما هم عندي في البيت وانا موجود، لا تخاف عليهم من اضرار البرد ولا شيء. عيل طفله ما فعله الا عندما يصيروا المدارس ولا يشربوا بارد ولا يخرجوا الشارع وهم بغير فنايل. المهم قد ابرنا فيه عليش، البرد مفتاح العلل، والطفل هو اكثر من غيره معرض لعلل البرد واضراره، خاصه التهاب اللوز. وقد انت داري بمضاعفات الخطيره على صحه الطفل، مش انت غبيه. ما انا قد شتي جهدي لين ما وصلت، وانت على رجعتك من العمل اشتري حبوب وشراب وعلاج من حق البرد والتهابات اللوز والسعل والكل. نخلين هنايك حاجتنا. والله يقولوا الوقايه خير من العلاج، ولا احنا مجانين نشتري علاجات ومضادات حيويه ونتي السم بيدينا لوسط البيت، وانا وانت ما نعرفش حتى نكتب اسماءنا. ما من اجل هذا لا تقلق ولا شيء، انا ايش اسرح بنفسي للصيدليه واقول لي يدي لي علاج البرد والزكم والتهابات اللوز والسعل والكل. وشازيد اتحرى يدي لي من العلاجات الاصليه نمرو 1. ومن هو الصيدليه مسعده الذي عرضه يديلش علاجات بدون رشده معمده تحمل اسم الطبيب وعنوانه وتخصصه؟ او لا ما تصدش بان بيع العلاجات في الصيدليات مثل بيع القباقب والشباشب في التكاكين والفراشات؟ والله يا ابي واهلي كل بيع وشراء وكل واحد بيدور على رزقه وعلى مصلحته. انا معش، لكن بياع القباقب والشباشب بيبيع بضاعته وهو داري اني قباقب وشباشب يلبسوها، وكذلك المشتري. لكن الامر يختلف كل الاختلاف مع بيع وشراء العلاجات من الصيدليه واستخدامها بدون رشده من الطبيب المختص. إنه كيف يختلف كل الاختلاف هذا؟ الصيدليه مسعده في كل البلدان لازم يكون خريج كليه وجامعه، ومسؤوليته لا تقل عن مسؤوليه الطبيب. اسلم. تقرير العلاج ابتداء من حبه الاسبرو وانتهاء باخطر المضادات الحيويه لا يتم الا بعد تشخيص المرض من الطبيب المختص، وكذلك طريقه استعماله. وصاحب الصيدليه لا يحق له ولا يجوز له ان يبيع علاج بدون رشده من طبيب مختص اسمه وتوقيعه على الرشده. وكذلك يجب على المريض الا يتجاوز تعليمات الطبيب في استخدام العلاج الذي قرر له. كنا مشفى والعافيه من الله، اذا نزل الشفاء نفع الدواء. نعم سبحانك قدرته هو المنجا والملاذ في كل الاحوال، لكن بخصوص واحده. اسلم. ما انزل الله من داء الا وانزل له الدواء. نعم. العلاجات والادويه تحتوي على مضادات حيويه، وهذه المضادات الحيويه كما بيخبرونا عباره عن سموم تقضي على جراثيم وفيروسات المرض في جسم الانسان المصاب. لذا يا مسعده فان تشخيص المرض وتحديد نوعيه العلاج وطريقه استعماله من مهمه ومسؤوليه الطبيب وحده. واعلم يحفظك الله يا حكي مسعده بان شراء العلاج وبيعه واستخدامه بدون قرار الطبيب يعد مغامره ربما تضاعف من مرض المريض، وربما تضيف الى مرضه مرض جديد ويمكن تقضي على حياته. ويا من سمع الظاهر رحم الله والديه وعاشق النبي صلى عليه عبد الرحمن مطهر. البيت المري والحبة الذرة قولوا لي مسعدة توقع مدبرة تربي العيال والرب تشكره ومسعد تسعده تجبر بخاطره البيت المري والحبة الذرة